بصوا السطور اللي انا كررتها اللي هي لتالت اناناسة، الاناناسة الصغيرة يعني، اللي انا كررتها دي، انا ما عدتهاش من ضمن العد وانا شغالة في الفيديو. يعني الفيديو انا المفروض ان انا هبدأ مثلا من رقم واحد لغاية ما اخلص السجادة، وليكن مثلا لغاية رقم 50 مثلا. انا عملت اول اناناسة وعملت التانية والتالتة كررتها. مثلا الاناناسة التالتة هنبدأ نكرر من رقم 31 لغاية 35. الخمس سطور دول وانا شغالة دلوقتي في السجادة وبنهي فيها او بعمل الاناناسة الكبيرة اللي هي فيها البيكو. انا ما عدتهمش من ضمن العد. ما عدتهمش ازاي؟ يعني انا مثلا وقفت عند رقم 31 لغايه 35 وجيت كررت الخمس سطور تاني. المفروض ان انا مثلا وليكن انا كنت واقفه عند السطر 30، وقررت خمس سطور يبقى 35، وجيت رجعت كررت دول تاني يبقى في كمان خمس سطور، يبقى انا واقفه عند السطر 40. بس انا وانا شغاله ما عدتهمش. يعني ما قلتش هبدأ من رقم 40، قلت لا انا هبدأ من رقم 36. ليه؟ بحيث ان اللي عايز يقف عند المتر ونص يقف عند ال 36 ويبدأ، اللي هي 36 الأولانية، عشان المتر ونص بتاخد أناناستين بس صغيرين، ويبدأ يكرر معايا من رقم 36، ما يتلخبطش في العدد. تمام كده؟ يعني أنا بعد بالترتيب في خمس سطور أنا ما عدتهمش، اللي احنا قررنا فيهم الأناناسة الصغيرة التالتة. ببدأ على طول من رقم 36. تمام كده زي ما وريتكم في الفيديو على السجادة على الأرض. أنا كررت الخمس سطور من بداية السطر 31 32 33 34 و35. الخمس سطور دول كررتهم بان انا عملت الاناناسة التالتة اللي هي الصغيرة، وعملنا اسسنا فراغ للاناناسة الاخيرة. وزي ما شرحت لكم ازاي هنعملها متر ونص وازاي هنعملها مترين. لو هتعملوها متر ونص هتوقفوا عند تاني اناناسة زي ما قلنا، والفراغ اللي هو مكون عندي اللي المفروض ان انا اشتغلت فيه الاناناسه الاخيره دي هشتغل فيه الاناناسه اللي انا هبدا فيها دلوقتي. نفس الشغل ونفس اللي انا هعمله هو ده اللي هتشتغلوه برضو لو هتعملوها متر ونص، ولكن مش هتزودوا الاناناسه الاخيره اللي انا زودتها دي. تمام. هنبدا كده بسم الله. وغيرت الابره اهو، ابره رقم 5 زي ما قلت لكم. هبدا ان انا اعمل المنزلقه، وهبدا كده السطر رقم 36، وهبدا من العمود اللي في النص. هعمل 3 سلسلة باعتبار ان هم عمود، وهرتفع معاها 2 عمود بلفة. 1 2. ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. في الفراغ اللي هيقابلني احنا هنا 3 فراغات. اول فراغ هعمل حشو، تاني فراغ هعمل 6 عمود بلفة. احنا كنا قبل كده بنعمل 5، هنا هنعمل 6 بينهم سلسلة. ادي اول عمود سلسلة، 2 سلسلة، 3 وسلسلة، 4 سلسلة، وادي رقم 5 سلسلة و6. لو ابرة رقم 5 مش متوفرة عندكم، او اي ابرة من اللي انا اشتغلت بيهم مش متوفرة، اشتغلوا بأقرب رقم ليها. 5.5. لو الأربعة مش متوفرة يبقى 4.5، وهكذا يعني. بعد كده الفراغ اللي هيجي ده هشتغل فيه حشو، بعدين هرتفع 3 سلسلة، والتلات اعمدة اللي قصادي دول او اللي جايين هشتغل في النص 3 عمود بلفة. 1 2 وادي رقم 3. بعد كده هرتفع 1 2 3 سلاسل، والفراغ عندي الاناناسة بقى الكبيرة هشتغل هنا عمود بلفة في اول فراغ. الفراغ اللي فوق الاناناسة اللي هو اللي هو بقى 1 ده هشتغل فوقيه عمود برضو. الاخير او الفراغ ده هشتغل برضو عمود. يبقى انا هنا اشتغلت 3 اعمدة بلف. ارتفع 3 سلاسل، والعمود اللي في النص هشتغل فوقيه 3 اعمدة بلف. وده كده التكرار اللي انا هعمله. 3 سلاسل، حشو في الفراغ، 6 عمود بلفة بينهم سلسلة، 1 سلسلة، 2 3 سلسلة. كل عمود بعمل وراه سلسلة، هعملهم 6 2 4 5، وادي رقم 6. الفراغ اللي بعدها على طول بعمل حشو، 3 سلسلة،
3 عمود في النص فوق الاعمدة، 3 سلسلة. هنا عندي الأنماسة هعمل في اول فراغ عمود وفوقيها عمود وفي النهاية عمود، وارتفع 3 سلاسل وابدأ اكرر اللي انا عملته في السطر رقم 36، ونرجع عشان نبدأ السطر ان شاء الله رقم 37 مع بعض. ده كده نهاية السطر رقم 36. هنهي ب3 سلاسل وهقفل بمنزلقة في بداية الأعمدة اللي أنا عملتها. أنا هنا هقفل السطر ده وهسحب الخيط، هقص الخيط لأن أنا عايزة أبدأ من المجموعة اللي هي قبل الأناناسة، اللي هي ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة، مش اللي قبل ال6 أعمدة اللي هي دي، لا أنا عايزة أبدأ من هنا. فأنا نهاية الخيط كده هثبته وهبدأ أوصل الخيط من هناك، ومن هنا بقى هبدأ اكمل باقي السجادة بإبرة 7. انا اشتغلت السطر ده بس، هو ده الوحيد السطر اللي انا اشتغلته بإبرة 5. اشتغلته بعد ما اشتغلت بإبرة 4 شوية عشان يعني تخلي السجادة كده ايه ماشية معايا مظبوط. هبدأ بقى ب7. هبدأ منين؟ هبدأ من هنا، ما عندي المجموعة دي هبدأ من اول عمود، اوصل الخيط، بعمل كده حلقة كده، باخدها على الابرة وادخل هنا عند اول عمود من تحت كده، باخد غرزة كأنها حشو وبقفل وارتفع سلسلة كده، بقت معايا عمود بلف. بعد كده هرتفع معاها 2 عمود، ده في بداية اول عمود، وبعدين 3 سلاسل، والعمود الثالث هشتغل برضو عليه بس عمود واحد بس. انا بدأت ب3 عمود في اول عمود و3 سلسلة وعمود واحد على العمود رقم 3. عايزة بقى هنا فوق الاناناسة دي هقفل العمودين مع بعض من تحت كده، هلف الخيط وهدخل من تحت ده وده واخدهم كده مع بعض، اقفلهم مع بعض بعمود، واروح للمجموعة اللي هي بعدها دي وهشتغل في اول عمود عمود واحد. انا نهيت بعمود هنا وهبدأ بعمود هنا جنبها عشان يبقوا الأعمدة كلهم مع بعض كده، وبعدين 3 سلاسل و3 عمود فوق العمود التالت. لو تفتكروا كان في سطر هنا كنا اشتغلناه برضو بنفس الطريقة دي. تمام كده. اكمل، ارتفع 3 سلاسل، الفراغ ده هعمل حشو فوق ال6 أعمدة اللي احنا عملناهم، هعمل من ورا كده حشو خلفي 3 سلاسل، 1 2 3 حشو خلفي على كل عمود وبينهم 3 سلاسل، هكون 5 فراغات. حشو خلفي كده من ورا 3 سلاسل، وادي حشو 3 سلاسل وحشو 3 سلاسل، واخر عمود هتكون عليه غرزة حشو. هنلاقي ان الفراغات معانا بقوا 5 فراغات، 1 2 3 4 5. بدخل مباشر في الفراغ اللي بعدها ده واعمل حشو، ارتفع 3 سلاسل، وبعد المجموعة الاناناس اللي انا بشتغل فيهم حشو خلفي ده، العمود الاول بعمله 3 والعمود الاخير بعمله 1، بعكس بقى 3 1 2 3 سلاسل، وبعدين العمود الاخير بيكون 1 بعكس اللي انا عملته هنا. انا هنا بدأت بالعمود وبعد كده ال3 قبل الاناناسة اللي هما الفراغات بيكون العمود على اليمين وبعدين ال3 جنبها جنب الفراغات، انما على الشمال بنبدأ بال3 الاول وبعدين العمود في الاخر او فوق التالت. ليه؟ عشان لما نيجي هنا فوق الاناناسة الصغيرة دي يبقى العمود هنا انا قفلت بيه وبرضو بيكون قصاده عمود الناحية التانية. هنا اهو قفلتهم الاتنين مع بعض وبعدين خدت عمود على اول عمود، 3 سلاسل
واخر العمود في المجموعة او رقم 3 بشتغل فوقيه 3 اعمدة، وبكرر اللي انا عملته ده. السطر ده رقم 37 اهو. كده نهيت السطر ب3 غرز سلسلة، وقفلت بمنزلقة في بداية اول سطر انا عملته اللي هو كان ارتفاع ال3 سلاسل ده، بقفل بيه منزلقة. بصوا انا كنت شغالة بإبرة رقم 7 زي ما قلت لكم، وبعدين غيرتها رقم 5. بس انا هرجع تاني اشتغل رقم 4 عشان انا حسيت ان الشغل دي، يعني انا قلت لكم ان انا اللي بعمله لازم اقوله لكم عشان تبقوا ماشيين معايا مظبوط. انا برضو لما اشتغلت بإبرة رقم 5 حسيت ان لسه الشغل برضو يعني كشكش كده ومش مظبوط مش مفرود، فانا هرجع تاني اكمل بالإبرة رقم 4. تمام، من اول السطر ده هتكمل بإبرة رقم 4. اخر سطرين كده هبقى اكملهم مثلا ب7 لو حسيت ان انا عايزه ايه افرد السجاده شويه في السطر اللي هو قبل البيكو ده. فدلوقتي هكمل بإبرة 4 عشان برضو ايه هبقى انا معلش انا عماله اغير في الإبر، بس انا عشان اللي انتوا شفتوه في الصورة السجادة مفرودة وتمام وكل حاجة، بس انا بغير في الإبر لان انا ايدي تختلف عن ايدك في الشغل عن ايد اي حد، فساعات الابره بتبقى اكبر من اللازم، ساعات بتبقى صغيره، فانا معايا الابر ببدل فيها زي ما انا عايزه. المهم ان في الاخر الصوره تطلع مظبوطه والمقاس كمان يطلع مظبوط. هنبدا السطر رقم 38 من النص، من الغرزه اللي في النص بتاعه العمود. هرتفع 3 سلاسل وهعمل 2 عمود بلفه، 1 2 3 سلاسل ارتفاع ومعاهم 2 عمود يبقوا 3 اعمده بلفه. ده الرقم سطر رقم 38. هبدأ ارتفع 3 سلاسل 1 2 3، وفي الفراغ اللي هيقابلني ده هشتغل غرزة حشو. الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو. ارتفع تاني 3 سلاسل 1 2 3، وهعمل 3 اعمدة في نص 3 اعمدة اللي قبلها او اللي قبل السطر اللي انا بشتغل فيه. ال3 اعمده اللي هما اللي انا اشتغلتهم قبل هشتغل في نصهم 3 اعمده. هرتفع 3 سلاسل. السطر ده سهل خالص ما فيهوش اي شغل كتير يعني. هعمل حشو هنا. طيب الفراغات احنا قلنا ان الفراغات عندنا 5، انا هعملهم 4. هدخل في اول فراغ اعمل حشو، ارتفع 3 سلاسل اعمل حشو، ارتفع 3 سلاسل اعمل حشو و3 سلاسل وحشو و3 سلاسل وحشو. بقوا كده عندي 4 فراغات. هنبدأ برضو نلاحظ ان الشغل بدأ يلم معانا شوية، مش زي كده مثلا. بصوا شايفين دي اهي، عشان انا غيرت الابرة اللي مش مظبوطة بقى عامل ازاي. هنا بدأ يفرد معايا شوية. بعد كده هدخل حشو على طول في الفراغ اللي هيقابلني، وارتفع 3 سلاسل واشتغل 3 عمود في نص الاعمدة 1 2 3. بعد كده 3 سلاسل وفي الفراغ حشو، والفراغ اللي بعده حشو اللي هو قبل الأنسة القديمة، وبعدها 3 سلاسل و3 أعمدة في النص. وبكرر السطر ده. السطر سهل خالص ما فيهوش اي حاجه. بشتغل 3 اعمده في نص الاعمده اللي قبل كده، وبعدين برتفع 3 سلاسل واعمل حشو في الفراغ، حشو في الفراغ اللي بعده 3 سلاسل، وبعدين فوق الفراغات اللي هي بتاعه الاناناسه بخليهم بدل ما كانوا 5 بخليهم 4، وبعدها حشو 3 سلاسل، وقبلها كان في حشو 3 سلاسل. هكمل السطر ونرجع بقى نبدا السطر رقم 39. هنهي كده الرقم السطر الرقم 38 ونبدأ رقم 39. ورقم 39 برضو سهل زي 38 ما فيهوش شغل كتير. هنبدأ نخلي الفراغات بدل ما كانوا 4 هنخليهم 3. الأول هنهي بس السطر ده بارتفاع 3 سلاسل وقفل بمنزلقة، وهبدأ من تاني عمود. هبدأ من تاني عمود هنا هقفل فيه منزلقة، وهرتفع للسطر رقم 39 ب3 سلاسل 2 عمود بلفة 1 2
وكده عملت 3 عمود بلف كويس. هرتفع 3 سلاسل. اول فراغ يقابلني هعمل عليه حشو، الفراغ اللي بعده على طول هعمل عليه حشو. كل ده فوق الحشوات فوق الاناناسه. ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، 3 اعمده في النص على مجموعه الاعمده كده، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3. الفراغ اللي بعدهم حشو. هيجيلي هنا فراغات الاربعه، هدخل على طول في اول فراغ كأني بتناقص كده فراغ منهم عشان بنبدأ فيه الاول حشو عشان يبقوا 3، 1 2 3، 3 سلاسل وادخل في اللي بعده اعمل حشو. ده اول فراغ، 3 سلاسل وادخل في اللي بعده اعمل حشو، يبقى كده تاني فراغ، 3 سلاسل في اللي بعده اعمل حشو، يبقى كده تالت فراغ. يبقى كده الفراغات عندي بقوا 3. ادخل في الفراغ اللي بعده على طول واعمل حشو وارتفع 3 سلاسل واكمل بنفس التكنيك، 3 اعمدة في النص، 3 حشو 3 سلاسل اقصد، وبعدين حشو في الفراغ، حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة، 3 عمود على العمود اللي في النص، 3 سلسلة، حشو، واروح للاربع فراغات. هعمل في اول فراغ حشو على طول، 3 سلاسل، حشو، 3 سلاسل، حشو، و3 سلاسل، واخر فراغ حشو. بقوا عندي 3. وبعد كده بعمل حشو في الفراغ اللي قبل الاعمدة وارتفع 3 سلاسل واعمل 3 اعمدة في النص، وبكمل لنهاية السطر عشان نبدأ ان شاء الله مع بعض السطر رقم 40. زي ما اتفقنا العد اللي احنا بنعده ما حسبناش ال5 سطور الاناناسه اللي احنا كررناها، احنا بنعد كده على طول من غير السطور بتوع الاناناسه الثالثه اللي احنا كررناها. تمام كده انا في نهايه السطر رقم 39 وهنبدأ نشتغل مع بعض السطر رقم 40. اخر حاجه بعملها غرزه حشو 3 سلاسل وبقفل في اول ارتفاع 3 سلاسل بمنزلقه. هبدأ بقى السطر رقم 40 بالعمود اللي في النص. هدخل كده واعمل 3 سلاسل باعتبار ان هم عمود وهعمل معاهم 2 عمود كمان. انا بدأت السطر 40 بالغرزة اللي في النص، عملت فوقيها 3 اعمدة بلفة. بعد كده هرتفع 1 2 3، 3 سلاسل وهدخل في اول فراغ هعمل حشو، وبعدين ارتفع 2 غرزة سلسلة. وهعمل ايه بقى؟ لو فاكرين عندي الاناناس احنا كنا اشتغلنا 1 2 سطر 2 حشو، وكان في سطر قبل منها اللي هو كان الاعمدة اللي احنا قفلناهم مع بعض. هنزل للسطر اللي هو كان الاعمدة اللي احنا قفلناهم مع بعض او العمود حتى اللي هو اللي كان فيه عمود وقفلنا عمود تناقص اللي هو العمود اللي قفل على الفشارة ده. هدخل في تحت اللي هو قفل على الاناناس ده، هدخل في طرفين منه كده وهعمل الاتي: هلف 1 2 3 4، هلف 4 لفات على الابرة وهنزل للعمود ده اهو تحت فتلتين منه كده، وهعمل عمود ب4 لفات بس مش هقفلهم، هخرج من لفتين في 2 في 2 في 2 وهسيب اخر لفتين معايا على الابرة. هلف كمان 1 2 3 4 وهدخل تحت منهم تاني وهسحب واخرج من 2 في 2 في 2 في 2 وهسيب اخر 3 لفات. هلف 1 2 3 4 وهدخل تاني تحت نفس الفتلات كده وهدخل اسحب وهخرج من لفتين في 2 في 2 في 2 واخر 4 لفات هقفلهم مرة واحدة. يبقى انا كده عملت حمصها. بعد كده هرتفع 2 غرزة سلسلة، قبلها ارتفعنا 2 وبعدها هرتفع 2 وهدخل في الفراغ اللي وراها ده وهدخل اعمل غرزة حشو.
بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل في العمود اللي في النص اعمل 3 اعمدة بلفة، وبعدين ارتفع سلسلة 3 سلاسل وهدخل في الفراغ ده وهعمل غرزة حشو. هاجي للفراغات بتاعة الاناناسة وهخليهم 2، ادخل في اول واحد اعمل حشو وارتفع 3 سلاسل، ادخل في الفراغ اللي بعده اعمل حشو، ارتفع 3 سلاسل، ادخل الفراغ اللي بعده اعمل حشو. يبقى كده الفراغات بقوا عندي 2. شغل المرة دي كله هيبقى ان انا هعمل غرزة الحمصة دي مكونة من 3 اعمدة ب4 لفات بقفلهم مع بعض، وقبلها سلسلتين وبعدها سلسلتين، وشغل الطبيعي زي ما هو. تاني بدخل في الفراغ هنا اعمل حشو، ارتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهدخل في العمود اللي في النص اعمل 3 اعمدة بلفة 1 2 3، ارتفع تاني 1 2 3 سلاسل وفي الفراغ اعمل حشو. وجيت هنا عشان اعمل 3 عمود ب4 لفات، هرتفع الاول سلسلتين قبله والف 1 2 3 4، وهنزل زي ما قلت لكم للعمود اللي هو التناقص ده، هتلاقوه كده فوق الاناناس على طول اهو، وهدخل في فتلتين منه واسحب عمود ب3 لفات، اقفل 2 في 2 في 2 واسيب اول لفتين على الابره، الف 1 2 3 4 على نفس الابره، وهخرج واسحب من 2 في 2 في 2 في 2 واسيب اخر 3 لفات، الف 1 2 3 4 على الابره وهدخل نفس المكان واسحب واخرج من 2 في 2 في 2 في 2، واخر 4 لفات هقفل عليهم مرة واحدة وهرتفع 1 2 سلسلة زي ما ارتفعت قبلهم. وورا هنا هنلاقي فيه فراغ هدخل فيه اعمل حشو وارتفع 3 سلاسل وابدأ اعمل 3 اعمدة في النص. وبعد كده في الفراغات هيكونوا 3، هخليهم 2، هرتفع الاول 3 سلاسل في الفراغ هعمل حشو فوق فراغات الاناناس على طول مباشر، هعمل حشو 3 سلاسل اهي، حشو 3 سلاسل حشو و3 سلاسل وحشو، بقوا كده معايا فراغين. وبعدين هقفل بحشو في الفراغ وارتفع 3 سلاسل وابدأ تاني من العمود اللي في النص اعمل فوقيه 3 اعمدة بلفة، وبكرر اللي انا عملته ده كده معايا السطر رقم 40. بيكون الفراغات بتاعت الاناناسة بتكون 2، والحاجة الوحيدة الاختلاف عندي ان انا بعمل حمصة من 3 اعمدة ب4 لفات على الاناناسة اللي تحت اللي هي رقم 3، او لو انا بعمل سجادة 2.5 متر هتكون على رقم 2. وهدخل هنا فوق قبل العمود ب3 لفات ده اللي هو 3 مرات بالعمود ب4 لفات، بعمل قبله 2 سلسلة وبعده 2 سلسلة. يبقى الاختلاف الوحيد في السطر ده هو نفس شغلنا والفراغات 2، ولكن ان احنا هنعمل حمصة مكونة من عمود ب4 لفات على الاناناسة من تحت فتلتين منها كده، وقبله 2 سلسلة وبعده 2 سلسلة، ونكمل شغلنا الطبيعي. كده انا خلصت السطر رقم 40 وهبدأ ان شاء الله معاكم السطر رقم 41. انا قفلت بمنزلقة في اول ارتفاع 3 سلاسل. بعد كده هغير الابرة هنا بقى، هغير الابرة خلاص الاربعة دي مش محتاجاها، هبدأ اشتغل بابرة 5. انا خلاص يعني فاضل لي كام سطر كده وفنش السجادة ان شاء الله، فهانت يعني. هنبدأ من العمود اللي في النص وهعمل منزلقة فوقيه وهرتفع 3 سلاسل باعتبار ان هم عمود 1 2 3، وهعمل معاها كمان 2 عمود بلفة 1 2. هنا هرتفع 4 سلاسل 1 2 3 4. هيجيلي الفراغ ده هشتغل جوه منه 3 حشو 1 2 3. في هنا غرزة حشو هشتغل فوقيها حشو، انا عملت في الفراغ 3 حشو واشتغلت فوق الحشو غرزة حشو. هرتفع غرزة سلسلة فوق ال2 سلسلة اللي هما كانوا قبل الحموصة دول، مش هشتغل فوقيهم،
هشتغل فوق الحمصة كده غرزة حشو، هرتفع سلسلة، هروح على طول مباشر، هسيب الاتنين سلسلة دول واروح لغرزة الحشو وهعمل غرزة حشو، وهشتغل في الفراغ 3 حشو، 1 2 3. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلف الخيط وهشتغل في العمود اللي في النص 3 عمود بلفة، 1 2 3. تمام كده. ده التكرار اللي هكرره قبل الحمصة اللي احنا عملناها. 3 عمود بلفة على العمود اللي في النص، 4 سلاسل، 3 حشو على الفراغ، حشو على غرزة الحشو، برتفع سلسلة، وبعدين بعمل حشو على الحمصة وسلسلة وراها وحشو على الحشو، و3 حشوات في الفراغ، و4 سلاسل ارتفاع، وبعد كده بعمل 3 عمود في النص. طيب هنيجي هنا للفراغات، هرتفع 1 2 3 وهدخل اعمل غرزة حشو، وهدخل مباشر للحشو دي للفراغ ده وهعمل حشو، وبعدين 3 سلاسل حشو، بقوا الفراغ بقوا 1. بعد كده هدخل في الفراغ ده اعمل غرزة حشو، ارتفع 1 2 3 واعمل 3 اعمدة في النص. ده كده التكرار بتاعي. بعد ال3 اعمدة ده هرتفع 4 سلاسل وهرجع اكرر تاني اللي انا عملته هنا. 3 حشو في الفراغ، حشو فوق الحشو دي، ارتفع سلسلة، وبعدين حشو فوق الحمصة، وبعدين ارتفع سلسلة واشتغل حشو فوق دي، وهنا في الفراغ 3 حشو. بعد 3 حشو برتفع 4 سلاسل واشتغل 3 اعمدة في العمود اللي في النص. وده التكرار بتاعي بتاع السطر رقم 41. كده انا وصلت لنهاية السطر رقم 41، وهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلاسل، وهبدأ السطر رقم 42 من تاني عمود. هعمل منزلقة وارتفع 3 سلاسل، وبعدين هدخل هنا اعمل كمان 2 عمود. يبقى انا كده بدأت السطر رقم 42 ب3 اعمدة بلفة فوق العمود اللي في النص. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهيجيلي الفراغ اللي هو كان 4 سلاسل اللي في السطر اللي قبل كده، هشتغل جواه 4 اعمدة بلفة، 4 حشو، 1 2 3، هشتغل 4 حشوات. وبعدين هيجي الاربع حشو اللي كانوا في السطر اللي قبل كده اللي هما كانوا 3، وفي واحدة فوق غرزة الحشو هشتغل فوقيهم حشو. 1 2 3، وادي رقم 4. في هنا قبل الحمصة اللي احنا عملناها كان في ارتفاع سلسلة وفوقيها حشو وبعدها ارتفاع سلسلة، دول هسيبهم وهروح مباشر لغرزة الحشو اللي في الجنب التاني وهشتغل فوقيها حشو وجنبها 3 حشو. فوق ال4 سلاسل دول هشتغل 4 غرزة 3 غرزة 4 غرزة حشو، 2 3 4. زي ما اشتغلت هنا هشتغل هنا. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهعمل 3 اعمدة في النص، 1 2 3. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهعمل هنا في اول فراغ حشو، وفي تاني فراغ اللي هو فوق الاناناسة حشو، وفي تالت فراغ حشو، وهرتفع 3 سلاسل، وفي العمود اللي في النص هعمل 3 اعمدة بلفة، وهكمل السطر بنفس الطريقة. تالت، وارتفع 1 2 3 4، فوق الفراغ 4 حشو، 3 4، وفوق ال4 حشو اللي هيظهروا قدامي على طول 4 حشو، 1 2 3 4، وهتخطى ال3 غرز دول او ال3 السلاسل دول اللي قدامي اللي هو منهم كان سلسلة وحشو وسلسلة، هسيبهم وهروح على طول للحشوات اللي قصادها وهشتغل فوقيهم 4 حشو، وفي الفراغ 4 برضو حشو، 1
2 3 هرتفع 4 سلاسل، 3 عمود في النص، ارتفع 3 سلاسل. هنا فوق الفراغات دي هعمل في كل فراغ حشو. هنا 1 حشو، 2 3 حشو، وبعدين 3 سلاسل و3 أعمدة على العمود اللي في النص، وهكذا لنهاية السطر. السطر ده رقم 42 هنكمله ان شاء الله ونرجع مع بعض.